تعالي أمّا أقول لِك على طريقة حلوة أوي تعملي بيها بطاية أول يوم رمضان، هتطلع دايبة ومستوية وآخدة لون حلو جدًا، وكأنِك شارياها من أحسن مطعم في مصر، وهنقدّم معاها رز بسمتي بطريقة حلوة جدًا، هتشرّفِك في أي عزومة، والبط بيطلع دايب ومليان جوس وعصارة، ومش بس كده، ده إحنا هنعمل معاه شوربة وصوص من نفس بهاريز البطة. دكر البط اللي معايا ده وزنه قبل التنضيف 3 كيلو ونُص عشان ده تربية إيدي، غسلته كويس ونضّفته من جوّه وشِلت الكلاوي وخلّيته كده فُلّة شمعة منوّرة. هاجيب بقى دلوقتي أي حلة أو بولة عندي فيها مَيّة، باحُط فيها باعصُر فيها ليمون وباحُط شرايح ليمون وباحُط برضه برتقانية شرايح، عندي بقى أي بهارات عطرية، روزماري، ورق لورا، حبّهان، زِر ورد، فلفل أسود حاصة، أي بهارات عطرية متوفّرة عندِك حُطّيها، أي بهارات عُشبية حُطّيها بتدّي نكهة حلوة أوي، وباحُط معلقة سُكّر ومعلقة ملح. وباحط البطاية في قلب المحلول ده، بس طبعًا يُفضّل تحطيها في حاجة أكبر عشان تبقى غطسانة في المحلول. فأنا كنت بانقّلها بصراحة عشان ما عنديش حاجة أكبر من كده أعرف أحطه فيها. باسيبه بقى في المحلول ده أقل حاجة ساعتين 3، ويا سلام بقى لو أنتِ عاملاه قبلها بيوم وسايباه في المحلول ده. بعد كده هاحضّر دلوقتي التتبيلة اللي إحنا هنحشي بيها البطاية. عندي 4 أو 5 بصلات باقطّعهم شرايح جوليان، وعندي برضه فلفل أخضر، فلفل ألوان، كل الفلفل اللي عندي باقطّعه شرايح رفيّعة. عندي كمان طماطماية صغيرة أو نُص طماطماية كبيرة بالحجم ده باقطّعها برضه شرايح رفيّعة جدًا، وباشيل كل الحاجات دي مع بعضها وباحطها في بولة، وباحط عليها نُص معلقة فلفل أسود ومعلقة بابريكا صغيرة ومعلقة ملح كبيرة ورشة بسيطة جدًا من ال7 بهارات. بافرُك الكلام ده مع بعضه كويس أوي لحد ما البصل يدبل شوية في إيدي، وكل الحاجات دي تطلّع النكهة والروايح بتاعتها. طبعًا أنا نسيت أحط لها شوية زيت، فحطيت لها تقريبًا 3 أو 4 معالق كبار زيت كده. كده التتبيلة عندي جاهزة، باخد التتبيلة دي بعد ما باشيل البطاية من محلول النقع وباجففها، باخد جزء أو نُص التتبيلة دي باحشي بيها البطاية من جوّه، والباقي هنحطه تحت البطاية. زي ما قُلت لكم البطاية مغسولة كويسة، وشيلي الكلاوي اللي جوّه دي عشان بتعمل زفارة، والبطاية ما شاء الله اللهم بارك مش محتاجة أي حاجة خالص. ممكن لو أنتِ حابة تحطّي مع التتبيلة دي فصّين توم، حطّي براحتك ما فيش أي مشكلة، أنا بصراحة نسيتهم. دعكت البطاية كويس بالتتبيلة وجِبت الصينية بتاعتي، حطّيت باقي التتبيلة اللي موجودة والتتبيلة اللي كانت تحت البطاية، فرشتها في أرضية الصينية، وممكن هنا بقى لو أنتِ حابة تحطّي بطاطس متقطّعة، تحطّي كوسة، تحطّي جزر، تحطّي أي خضروات أنتِ حابّاه تعمليها. إحنا بنعمله بَط روستو بيبقى طعمه حلو أوي. كمان جِبت برتقانية حطّيتها في البطن بتاع البطاية، وحطّيت حواليها كده تقريبًا 3 كوبايات مَيّة مغلية. علشان تعمل مرقة للبط عشان إحنا هنستخدم البهاريز دي، هنعمل بيها حاجات خطيرة. غطّيت البطاية بورق الزبدة وبعد كده باغطّيها بالفويل وباقفّلها كويس أوي، مش عاوزة يكون في أي فراغات يخرج منها أي حرارة، إحنا عايزين نكمرها عشان تستوي معانا كويس. تسوية البط عشان ما تاخدش وقت طويل معاكِ أوي زيادة عن اللزوم في الفرن، البطاية اللي معايا دي شامورت فمش هتاخد وقت طويل، فعشان البط ما ياخدش منِّك وقت طويل في التسوية في الفرن، باحطه على عين البوتاجاز زي ما هو كده لمدة نُص ساعة أو ساعة إلا ربع على حرارة متوسطة، بس ناخد بالنا ما تبقاش عالية عشان ما تنشفش المَيّة. وبعد شوية بقى بعد الساعة إلا ربع بادخّله الفرن، بياخد في الفرن تقريبًا ساعة وربع كمان سِوَى، يعني مدة التسوية كلّها بتبقى ساعتين 2 تمام. بعد ما بادخّل البطاية الفرن باعمل الرز، جِبت معلقة سمنة بلدي، حطيت عليها بصلاية متقطّعة، وخدت بشر البرتقانية، خدت القشر بس البرتقاني ما تاخديش القشرة البيضا علشان ما تمرّرش. قشرة البرتقان دي بتدّي نكهة حلوة جدًا وريحة جميلة جدًا للرز. باقلّب كويس وباحط بقى ورق لورا وحبّهان وقرفة ولومي وباقلّب، لمّا باشم ريحة البهارات دي باضيف عليهم بقى إيه، نُص معلقة فلفل أسود صغيّرة، وكمان نُص معلقة من بهارات الكبسة، ومعلقة من مرقة الدجاج الفورية، وباحط طبعًا معلقة الملح. حطيت كمان كوباية من الجزر والبسلة المجمدين، وباقلّب لحد ما يتشوحوا كده واشم ريحتهم. عندي نُص كيلو من الرز البسمتي مغسول ومنقوع ومتصفي، نقعته تقريبًا نُص ساعة. بعد ما بانزل بالرز بادّي له تشويحة كده مع الخضار والبهارات دي، كل الحاجات دي تشم من بعضها، وبازوّد عليه المَيّة المغلية، ممكن طبعًا تعمليه بشوربة لو متوفرة عندِك. كل كوباية رز بسمتي بتاخد من كوباية ونُص لكوبايتين مَيّة على حسب نوع الرز، وعلى حسب أنتِ نقعتيه والّا ما نقعتيهوش قبل كده. باغطّي عليه لحد ما يتشرّب المَيّة بتاعته، ومجهّزة عندي حبّتين بطاطس مقطّعاهم مكعبات صغيّرة، ومحمّراهم في الair fryer بمعلقتين 2 زيت على حرارة 200 لمدة 20 دقيقة. طلّعت البطاطس وحطيتها بعد ما الرز اتشرّب كويس وقرّب يستوي، بادّي له تقليبة وباغطّي عليه وباسيبه كمان 10 دقايق بقى يكمّل تسويته بالكامل. لو أنتِ بقى حابة تلوّني حبّات الرز، باخد نُص معلقة صغيرة من بودرة الزعفران بادوّبها في ربع كوباية مَيّة، وباعمل خطين رايح جاي كده، ونقطة لون أحمر برضه دوّبتها في معلقتين 3 مَيّة، وباعمل برضه خطين عكس بعض. هنا البطاية بعد ما استوت كويس جدًا طلّعتها من الفرن، باخد شوية من بهاريز البطة دي، باحطها عليها معلقة كاتشب، معلقة صويا صوص،
ومعلقتين 3 زيت ورشة فلفل أسود ورشة ملح، وبادهن بيها وش البطاية علشان تتحمّر. ممكن طبعًا تدهنيها بالبهاريز بس وتحمّريها، بس أنا باحب أدّي لها لون محمِر شوية، والكاتشب والصويا صوص بيدّي لها لون حلو أوي. باعمل تشريحات في البطة بعد ما استوت كده من الجنبين، عشان يبقى الشغل معانا كده زي شغل المطاعم بالضبط. الرز هنا بعد ما استوى كويس باقلّبه تقليبة، وما شاء الله الرز مفلفل وحلو جدًا، حبّات الرز ملونة، حبّاية حمرا وحبّاية صفرا وحبّاية بيضا، شكله حلو أوي. البطاية بتاعتنا اتحمّرت كويس في الفرن وأخدت لون حلو أوي، كنت من وقت للتاني بادّي لها دهنة بسيطة من البهاريز بتاعتها علشان تخلّي وشّها بيلمع. بنفرّغ الرز بتاعنا المفلفل الجميل، ونحط البطاية وعلى وشّها بقى شوية مكسرات محمصة، زبيب ورشة كزبرة، وبنقدّم أحلى بَط روستو خطير. بهاريز البطاية خدتها بتاعة البصل والشوربة اللي نزلت من البطة، فرمتها بالهاند بلندر وعملت طبق شوربة وزينته بكريمة الطهي. باقي الشوربة حطيت عليها معلقتين من بودرة الديمجلاس الجاهزة، وقلبتها لحد ما تقلت وبقى عندي صوص بني خطير. جربوه بطريقتي، وكل عام وحضراتكم بألف خير.